اهلا بيكم في ذا باشن بوينت. انا محمد تهامي ولسه معايا نهى زهرة، بنتكلم على مديتيشن بس في دومين مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليه. مديتيشن للامهات في البيت عشان تبقى اهدى واقل صريخا، ما بيقولوا عليها صريخا. انت شايفه حال الامهات ايه بما انك ام اصلا؟ شايفه ممكن المعاناه اللي هم بيعانوها دلوقتي هي ايه بالظبط؟ و... والمديتيشن ممكن يضيف ايه؟ لو هاخد يعني خليني ابتدي بنفسي الاول. انا كأم قبل المديتيشن كنت الام الطبيعيه اللي هو اي حاجه بتعصبني بستسهل اني اشخط في ولادي، او بستسهل ان انا اعلي الفوليوم شويه وانا بتكلم ازف ان هو دي طريقه التوجيه. يعني ممكن ابقى ستريس من غير ما اخد بالي، فغصب عني هم دول اللي هيستحملوني من غير ما يتكلموا. وهي دي مع الاسف كنت انا كده، ومع الاسف هي دي طبيعه نسبة لا بأس بها من الأمهات يعني. فبعد المديتيشن حسيت ان هو ايه، لا انا يعني انا مخليه بالي قوي ان تون الصوت العالي بيعمل ستريس للي قدامي، وانا عايزه اخد من ابني حاجه كويسه. يعني مثلا لو بطلب منه يذاكر انا عايزاه يركز، فمحتاجه ان انا ما اوتروش عشان يركز. فبدات ادرك دي، مع انها في الاول يعني كانت بالنسبه لي حاجه ما بتعديش على دماغي اصلا يعني. بس فمن هنا كان تيرنينج، يعني برضو كان شيفت في حياتي موضوع المديتيشن ده. فرق الاول طبقته على نفسي ومع اولادي، فلقيت الفيدباك افضل. يعني وانس ان هو مش متوتر بيأدي بشكل كويس، فهو ده اللي انا عايزاه. هاي. طب هو يعني برضو اللي ممكن ما يكونش عارف الترم اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده، هو ايه المديتيشن؟ او بالنسبه لك على الاقل انت شايف المديتيشن ده هو ايه، عباره عن ايه؟ المديتيشن سيمبلي ان انت تركز مع نفسك كده شويه. لو في زحمه افكار في دماغك، وانس ان انت ركزت مع نفسك for 2 ولا 3 5 minutes، بتعمل كده زي بتورجنايز الافكار في دماغك، بتدي كل حاجه حجمها. هو ده اللي ممكن نترجمه ونقول التامل. التامل، يس. انا بتامل بس بحاله ووضعيه معينه عشان زي ما تقولي ارتب افكاري وابقى سيمبلي يعني. هو بتركز شويه مع نفسك، وبتبقى يعني مع let's say لو هتركز على النفس مثلا، هتركز على نفسك كده وتقعد دقيقتين 3 ساكت. فمن هنا بتلاقي انت بتحس باختلاف في طريقه تفكيرك، وبتحس نفسك اهدى، بتحس نفسك اهدى. فمن هنا ما بتبقاش متعصب كويس، وبتنعكس على قراراتك وعلى اسلوبك في التعامل مع الاخرين ايا كانوا يعني، وسبيشلي ولادك يعني. طب تقدري تقولي ممكن الامهات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي a very simple meditation exercise يعني عشان يبتدوا يحسوا بالمديتيشن هو عباره عن ايه، وان هو ممكن سهل لاي حد يقدر يعمله، وممكن يكسبيرينس حتى تاثيره عليهم سواء بقى في الهدوء في التعامل مع الاولاد او غيره. في اكسرسايز بسيط حتى ممكن اي حد يعمله يكون بيتفرج علينا. لو احنا دلوقتي مثلا قاعدين في البلكونه او في وقت الفجر قبل ما وات ايفر، يعني وقت بس يكون فيه فريش اير كده، اقدر اتنفس بيه اكسجين كده واعمل ريفرش. simply just stay quiet، تقعد بس ساكته شويه لمده 2 ولا 3 minutes، حتى ايفن لو هتظبط الالارم. وتركز على نقطه معينه. فاسهل حاجه تركز على النفس، تركز بس على عمليه التنفس فقط. يعني تقعد قاعده عاديه، مش لازم مربع بقى واعمل كده. لا خالص، قاعده عاديه على كرسي بس زي ما احنا قاعدين كده، يبقى الظهر مفرود علشان عمليه التنفس تبقى سهله يعني. وتتنفس بشكل اهدى واعمق. يعني من كل مكان التنفس بيوصل للبطن، مش منطقه الصدر بس، منطقه اعمق. يعني نفس عميق، يعني نفس عميق خرجه بالراحه، نفس عميق. ايوه، بس اهدى واعمق، ما تغيرش عمليه التنفس، وتظبط الالارم دقيقتين 3 بس. لو عملت ده براكتس كده كبدايه، مركزه بس على عمليه التنفس، وبتقعد دقيقتين 3، الالارم خلاص خلصت الدقيقتين او ال3 خلاص، هي بنفسها هتحس بفي كده حاجه زي سبارك، او في حاجه حصلت هي نفسها مش فاهماها. ده كده از ستارت، اي حد ما يعرفش المديتيشن ممكن يعملها يعني. حلو جدا، دي بدايه محتاجين كلنا نجربها عشان ندوق طعم المديتيشن وتاثيره. بس عايزين نكمل معاكي في الفيديوهات اللي جايه ونعرف بقى الكونسبت اللي انت كنت قلتي لي عليه اسمه مايندفولنس. يس. المديتيشن هينقلني مرحله اسمها مايندفولنس. هي ايه الحاله دي،
وتأثيرها الكبير جدا على الحياة عامل ازاي، هو ده اللي هنعرفه في الفيديو اللي جاي مع نهى زهرة.